شهدت الدورية الفرنسية بمختلف أقسامها خلال الموسم الكروي الجاري تألقا لافتا للاعبين جزائريين على غرار الموهبة والمحترف في نادي أوباني ياسين بن حطاب الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الثالثة، ما دفع العديد من الأندية محاولة ضمه قبل الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن نادي نونت المنتمي للقسم الممتاز كان قد سبق كل الأندية واشترى عقده خلال العام الماضي. وكل هذا يحدث فيما دخل هذا اللاعب ضمن اهتمامات مدرب منتخب الجزائر الأول فلاديمير بيتكوفيتش. وكشف موقف ميركاتو الفرنسي في خبر وصفه بالحصري أن نادي هوفنهايم الألماني يريد ضم اللاعب ياسين بن حطاب في الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرا إلى أن اللاعب ضمن اهتمامات نادي لانسا الفرنسي أيضا، وكذلك 3 أندية من الدوري البرتغالي ونادي بلجيكي وآخر هولندي، في حين أن بن حطاب يتريث قبل اتخاذ قراره النهائي، إذ إنه يعطي الأولوية لنادي نونت الذي يملك عقدها، وهذا الذي من المنتظر حسمه بعد اجتماعه بمدرب هذا الفريق ورؤية مدى حظوظ اللاعب في نيل الفرصة ضمن تشكيلة الكناري خلال الموسم القادم. وفي سياق آخر، أفاد مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري بأن بن حطاب أصبح ضمن اهتمامات المدرب بعد الأصداء الإيجابية كل الموهبة الكبيرة التي يتمتع بهذا اللاعب، رغم أنه يلعب في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي. لكن في الوقت ذاته فإن المدرب لن يتسرع في استدعاء إلى تشكيلة الخضر حتى يرى مدى تطور قدراته في مستوى أعلى، سواء بقميص نادي نونت الفرنسي أو بألوان أحد الأندية المعروفة في الدوري الأوروبية. وسبق للإعلام الفرنسي أن وصف ياسين بن حطاب بالجوهرة الذهبية بالنظر لطريقة لعبه المميزة ومهارته العالية سواء في مركزه الأصلي وهو جناح أيمن أو صانع ألعاب. وقبل فوزه بجائزة لاعب الموسم في دوري الدرجة الثالثة، سبق لحطاب أن حقق جائزة لاعب الشهر في العديد من المرات، كما سجل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، ما سيجعل نادي نونت يفكر كثيرا في الاحتفاظ بخدماته وغلق الباب أمام الأندية الراغبة في ضمه بعد الصعود الصاروخي لقيمته الفنية. وكان ياسر بن حطاب الذي ولد في مارسيليا قد مر بظروف صعبة في مسيرته الكروية المليئة بالتحديات، إذ انضم إلى فريق أقل من 12 سنة التابع لنادي الجنوب، لكنه غادر بعد 3 سنوات للانضمام إلى فريق في إحدى الضواحي هناك. ورغم تلقي عرض من أكاديمية موناكو، إلا أن عائلة اللاعب رفضت وفضلت الانتقال إلى فريق الشباب بنادي نيور، وفي وسط تلك التجربة خضع لتجارب مع نادي إيفرتون الإنجليزي، ثم عاد إلى فرنسا، لكنه بقي دون نادي لمدة 6 أشهر إلى حين انتقاله إلى نادي أوبيني عام 2022. ومع هذا الفريق بدأ رسم الطريق في التألق، ما دفع نادي نونت إلى شراء عقده وتركه معارا مع فريقه الحالي، وهي خطوة أتت ثمارها بعد التطور السريع الذي طرأ على الموهبة وجعلته مطلوبا من قبل عدد من الأندية في القارة العجوز.